السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينكم أصحابي وصديقاتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة وأنتم تتفرجوا معنا في فيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد كالعادة وروتين جديد كالعادة، وفيديو اليوم كالعادة والعويات من الكوجينة. حبيت نشارك معكم وصفة ديجا شاركتها معكم من قبل، أما أنا حبيت نعاود اللي ما تفرجش في فيديوهات القدم يعاود يشوفها في الفيديو هذايا، اللي هي وصفة رز لصر بالدجاج. وفي نفس الوقت باش نعمل كعبتين بريك ليا والبابا، هو فطور نص النهار. امي مشيت بحذا ريحه بوختي وخويا مشى يخدم، دونك قعدت انا وبابا. عملت شوي رز أزهر، منها فطور ومنها بقى للعشاء الحق، خاطر فطرت وحدي في الاخر، خاطر بابا فطر في السوق. المهم زودت، حطيت شوي زيت نباتي وزودت مع شوي زبدة، خليتهم يذوبوا بالكدا. وبعديك حطيت نصف بصلة مفرومة بالكدا وزوز فصوص ثوم، فرمتهم زادوا حطيتهم يتكلموا بعضهم شوي. وبعديك ما نخليهمش يتحركوا، يدوب اللي يذهبوا كهو. وبعد نحط معاها الدجاج اللي عندي، تحب تحطوا الدجاج كيما هكاكا عادي، تحب تحطوا صدر دجاج مقصوص كيما تحب تحطوا حط. وبالطبيعة زاد ينجم يجيب بالشفرات باللحم اللي تحبوا عليه انتو، بالفروي دمير اللي تحبوا عليه انتو. بعد ما حطيت الدجاج وخليته يتقلى هكا شوي، حطيت فوحته بالملح والفلفل الأكحل والكركم والكليل والزعتر، وخلطهم بالكدا مع بعضهم، نخليهم يتقلوا بالكدا خاطر يلزم الدجاج يطيب. والرز هذاك اللي بحذايا غسلته بالماء مرتين. اوكا بعد ما تقلى نوري فيكم الحصل اللي ربي يسهل ونشري سيبور يتحط على الرخام. صبيت هكا شوية الماء وخليته يتقلب بالكدا. بعد ليك نسيت اللي انا ما حطيتش القرفة وعود القرنفل، حطيت 3 عواد قرنفل وحطيت شوية قرفة ماهيش مرحية. تحب تحطوا مرحية حطوا عادي، يعني مثلا مش فرق. انا خاطر ما عنديش مرحية، عندي كان هذيك وليت حطيت هذيك وشوي بطبيعة المطعم كاو خاطر هي قوية القرفة، وخليته ينشح من الماء. الحاسة البنات لنا عملت كما شفتوا الدجاج باش نعمل رز أزهر، صبيت فيه شوي ماء باش يزيد يطيب الدجاج أكثر. خليت الماء لين نشح شوي، شوفوا كيفاه ولا. الحاسة البنات أنا نصور لكم هكا إن شاء الله إذا ربي رايد نشري هكا السيبور اللي يجي صغير هكا يتحط على الكامل إن شاء الله. الرز هذايا غسلته مرتين وتوا باش نحطه. معرفش انتم قد تحبوا، انا بعينيا نحط اذا باش تعملوا العائله. اذا انا هذا ليانا والبابا، ويمكن يفضل منه زاد خاطر بابا ما ياكلوش برشا. البطاطا هذيا سمطها للمرسوقه كما شفتوا للبريك، باش نعمل كعبتين، كعب عليا وكعب البابا، خاطر امي مشيت للريحان وخويا يهبط يخدم ما يجيش تو الباقي خليته كي نعاودوا نتلموا نقدوه. الحاصل حطيت تاو الرز كما شفتوا، ما نصبش الماء بالوقت، نزيد نخلي الرز يتقلى شوي. حاصل البنات ريتكم جبت مع عندكم الشعيريه ولا عندي انا الشعيريه، راكم شفتوا البنه نتاعها هاك الشعيريه هذيك، هم يقولوا رز بالشعيريه المصاره والسوريين والخليج. تعرفوا جربتها قداش من مره، بنينه على الاخر. خليه يتقلب بالكدا لان حضرت الحشو نتاع الملصوقه. البطاطا ديك مسموطه لان قصيت شوي معدنوس شوي بصل والطن والعظمه بالطبيعه باش ننبه الخليط باهي لهنا. بعد ما حطيت الرز عندي نص قارصه باش نعمل عصره خفيفه هكا، الرز يولي فيه كوي مطعم من بعد. بالطبيعه تنجموا تستغنوا عليه، تحب تحطوها ولا، اما انا خاطر نحب القارص في الماكله شيء برشا، ديما نحب نعصر حتى ولو كميه صغيره. كي يوصل الرز هكا نصب بالماء، نصب عليه الماء بسم الله.
نزيد شوي نغمه الروز بالطبيعة، ما نعبوهوش برشا باش ما بعد ليك ما يتعجنش الروز، نغموه بمقدار صباع ونغطوه ونخليه يطيب على روحه. تو باش نحضر الخليط نتاع البطاطا البيض اللي انتم تعرفوه ديجا. من حضرت الخليط صغير واموره مريقله. تو باش طيب البريكات نتاعي. حاسه كلمت بابا تو قلت له فطرت ولا نسيت انا، خاطر بابا ما بريس كل يوم يفطر في السوق. كي نبدا انا باش نطيب فطور نص نهار نكلمه قبل بوقت نقول له ما تفطرش راهو فما فطور. المره هذه نسيت ما كلمتوش، كلمته مخر، كلمته تو بعد ما قصيت عليكم الفيديو كي جيت باش نقدر الخليط كلمته قلت له فطرت، قال لي فطرت صيي للاسف، اما ان شاء الله تو ياكل. حطيت الزيت يسخن صيي باش نحط البريكات نتاعي. بسم الله. نقص بالغاز باش ما تبقاش نيه الخليط من داخل. نخليهم تو يتكلوا في عقلهم بعد ما يشعل. هاو البنات كمل طاب الروز بالكدا، شرب الماء ومره مريقله هاو طايب. تو باش نعبيه في هذه باش نعمل هكا قبه كيما يعمل في العريس. جبت البلان تاعي انا كهاو خاطر كيما قلت لكم يعني بابا ماش باش يفطر. حطيت فيه البريكه كيما تشوفوا. نحطها هكا الصحن فوقها ومن بعد زعما نحطها في الوسط ولا نحطها على جنب برا، نحطوها على جنب. واحد اثنين ثلاثة في الوسط حطيتها ونقلب ونحطو لنا البريك نتاعنا ونحطو عليها ليمون. نحطو لنا الطريف هذايا من المقلي اللي قاعد البارح ديجا صورت معاكم على القناة. ونسيت البنات ما وريتكمش الروبه اللي خدتها امي، اني باش نوريه لكم زاده في الفيديو هذا. شويه سلطه زاده من اللي قعدت البارح نحطها على جنب هكا. نحاول نحصل كيف نزين الصحن نتاعي زاده كي يبدا الصحن مزين ونظيف هكا ومحلاه زاده يشهي يحل الشهيه، العين تاكل قبل الفم. مانيش باش نحط فلفل خاطر ما نحبوش حار. نحط لنا قراين فلفل بارابيت وقراين فلفل هذايا و تادا باش نزين هكا. هكا يزي ونحط ريشة الدجاج. هلا وهنا الفطور نتاعنا يكون حضر والصحن نتاعنا حضر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بوجبه سريعه هكا اللي ما عندهاش وقت باش تطيب ولا تحب حاجه خفيفه فتت من المرق والكساكس والمقارن. هذا يا صحاين محلاه مختلف، فيه بريكه فيه الروز فيه سلطه فيه القرع المقلي فيه الدجاج فيه الموالح.
تو باش نحط نفطر ونشوف شنو نعملو مع بعضنا من بعد. نوريكم صحنا القريب. البنات نحب نوريكم الزرعات هذوما المحابس اللي كانوا فم كيفاش امي بدلتهم نقلتهم حطتهم لنا. احنا من قبل قلنا لكم اللي احنا عنا هذوما المعاليق كنا حابين معناها عنا بينهم برشا، كنا باش نعلقوا واحد لهني العرسه هذيا باش يولوا الكل كيف بعضهم هكاك يا اخي ويبقى زي ولت امي قد مبدئيا حتى لين نعملوا ننقبوا يعني العرس هذيك ونحطوا فيها خلينا نعلقوا هذا من نحصل قولوا نشقاو لكم بها ولا شوفوا محليهم 3 محابس وانا لابسه هكا على فكره هابطه للبلاد انا وبابا تاو. المهم حبيت معناها نصورها لكم ناخذوا رايكم فيها بها ولا. لهني البنات بعد ما هبطت مع بابا الفحص واحنا مروحين تعديت خديت كعبة قطو، اشتهيت حاجة حلوة على الاخر كنت تبدا بالشوكولاتة والكريم وكل شيء، وذاك كويس تي اخضر بحذايا وحطيت باش نتفرج في اي حاجة على اليوتيوب ولا على التلفزة وكها. رجعت امي تو من عند رحاب ما باتتش، مشت هي الصباح وروحت العشية وجابت معها خبز من قدام الدار. امي بالله الثاني الثانية متاع شكون؟ متاع رحاب؟ زارين في الفول. وينكم مساكم متتبعين وينكم شن احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الايام. اليوم معانا فيديو جديد، اليوم العشية هاي مصحبة ما شاء الله. مشيت بحذا رحاب وقعدت معها نصف نهار قعدت بحذاه. ليش يصير له كذا؟ ايش؟ الناس تسحب الساعة وانا نسحب الجيب. كاملين ربي ينوب علينا بالساعة. ايش؟ عندها ثاني هم مدورينها بالقرياس زارعين فيها شوية جلبانة، جبت منها طلع فيها خبازة، جبت شوية خبازة طيبهم. ايش تعمل لنا فرفوش؟ لا مش فرفوش، خباز. خليهم يدوروا مغادرين. امي عاملين خبازة. خبازة فرفوشة ما عنديش. اي خبازة سيك. نحبها بالبسباس بنينة تجي مش نورمال. بالكسكسي. لا انا نحب الخبازة بالخبز، ما نحبهاش بالكسكسي، ما ناكلهاش بالكسكسي. امي تحبها بالكسكسي وبالبسباس. شو احنا نشوهم وهم يرجعوا، حتى الارض اللي مقابلنا من هنا محروثة وزارعينها باش ما يمشوش الدجاج ينقروه. هكا هو الحاصل. هاي باش تكمل امي تلم تنظمها وتقصها. مش طيبها اليوم امي ولا غدوة؟ غدوة نعملوا لك كانوا نحطب وين ان شاء الله وحب رب ان شاء الله. داخل ولا والبنات نقلنا بنية الدجاج لنا فوق السطح. هاي كانت لهني، هاي زلنا باش ننظفوها كانت فم، نقلناها لنا فوق السطح قلنا خير واوسع وغادي من ورا الدار عنا برشا حاجات باش نحطوه، دونك حطيناهم لهنا. الداخل غادي فين يباتوا ويخرجوا لبرا لهنا فين رمينا احنا الخبازة يسرحوا، معناها ما نحلوش عليه ما يخرجوش، هاوين في الصباح يتشمسوا وفي الليل يرقدوا الداخل. شوفوا لنا توا المغرب باش يذن شوي ويذن. حاصل قولوا لنا انتم في كومنتير اما خير البنيه لنا فوق السطح ولا اللوط. بالنسبه للتنقية للهروب معناها يخرجوا ولا حكايه، لا ما ثمش امكانيه خاطر مسكرين عليهم من جهات الكل. قولوا لنا انتم رايكم في كومنتير اما خير لنا ولا اللوط ولا فين كانت بلاصتهم قبل. الحق هي كي كانت بلاصتهم قبل كانوا ياكلوا ياسر اي حاجه نزروها ياكلوها. يخرجوا ما نعرفش كيف يخرجوا من البناء وياكلوا سوا معدنوس سوا سلك سوا كرافس، يخرجوا ما نعرفش من انا هكا دغرة يلقوها يخرجوا منها وياكلوه الكل. دونك لنا طلعناهم خير، نطلعوا الصباح نعلفوهم ونص نهار وكها من غير لا نبقوا سكر لا نبقى حلالهم. تجي فيها الطلع متاع الدروج ميسالش تتعود.